اللي عاوز المتعة يا عمنا يتفضل على السيرك. احنا هنا ناس بنكسب بالاجل فوتبول، بنكسب بشخصية البصل. ما عادش في حاجة اسمها تيكي تاكا ولا تيكي باكا ولا اي حاجة. احنا هنا ناس عايزين نبصم بالعشرة خلاص ان لقب الليجا في كاتالونيا الموسم ده. بعيد طبعا عن الصنان الكروي والصنان التكتيكي اللي بيقدمه تشافي في الملعب، بعيد عن مساعدة كارلو انشيلوتي لتشافي في بداية المباراة، بعيد عن التصديات الخرافية لتيبو كورتوا في بداية المباراة. اهم حاجة ان انا راجل بقى مزاجي مستريح ان انا بصمت بالعشرة ان اللقب في برشلونة الموسم ده. ماليش دعوة بقى ان انا عايز المتعه، ماليش دعوه بان انا عاوز اشوف كره كويسه، ماليش دعوه ان ده الكلاسيكو اللي الناس كلها بتستناه. انا مش عاوز اسمع الكلام ده نهائي. كل اللي انا عاوز اكسب. بعيد بقى عن الكلام شخصيه البطل. شخصيه البطل دي يا باشا بالصلاه على النبي كده معاك في دوري ابطال اوروبا تكمل بيها حياتك هناك وتدوس على فرق دوري ابطال اوروبا كلها زي ما انت مكمل، بس سيب للفريق الغلبان ده لقب الليجا الموسم ده. بس ده ما يمنعش ان الفريق الغلبان ده الفريق الوحيد في اوروبا اللي يقدر يكسب ريال مدريد حتى وهو في اسوأ حالاته، حتى وهو بيقدم صنان تكتيكي، حتى هو بيلعب الكوره اللي عمره ما لعبها. خليني اقول لك ان مباراه الكلاسيكو المباراه الوحيده في العالم اللي ملهاش اي توقعات نهائيا. حتى لو ريال مدريد في عز مستواه ممكن برشلونه يكسبه، وحتى لو برشلونه في عز مستواها ممكن ريال مدريد يكسبها. لكن زي ما قلت لك شخصيه البطل ريال مدريد يقدر يمارسها على اي نادي في اوروبا حرفيا الا برشلونه. برشلونه النادي الوحيد في العالم اللي بيقدر يكسب ريال مدريد زي ما قلت لك حتى وفي اسوء حالاته. هل كارلو انشيلوتي ساعد برشلونه في البدايه؟ خليني اقول لك كارلو انشيلوتي ساعد برشلونه في البدايه. بس قبل اي حاجه وقبل ما نتكلم في اي تفاصيل صلي بينا على النبي وانزل اعمل لايك للفيديو وتعالى كده علشان نشوف اللي كارلو انشيلوتي بدا بيه والكوارث اللي لعب بيها ببدايه المباراه. ما هو لما تيجي تلاعب برشلونه في الكامب نو يكون فارق بينك وبين المنافس 9 نقط كاملين وانت جاي علشان تلعب بنفس الطريقه بنفس الشكل بنفس التكتيك بنفس الرسم التخطيط اللعيبه في الملعب بنفس فكره الهجوم من جهه واحده، وتيجي ترجع بعد كده تدارك الموقف الدقيقه 60. خليني اقول لك يا عم انشيلوتي انت جاي المباراه مش علشان تكسب وتخلي لقب الليجا في الملعب تاني، لا ده انت جاي بتفكر في التعادل وجاي اصلا بتلعب بطريقه عشوائيه انك انت صدفت معاك صدفت ما صدفتش خلاص هنعمل تغييراتنا في الدقيقه 60 كالطبيعي اللي متعودين عليه من كارلو انشيلوتي. انك تنزل تهاجم من جهه واحده مفكر ان فينيسيوس واراخو دول كريستيانو مثلا وليونيل ميسي وهيعملوا حرب الصحافه بعد المباراه وده حط ده في جيبه ده راوغ ده والكلام ده مش تفكير مدرب نازل عاوز يكسب المباراه. انك انت تنزل تخلي فالفيردي بنفس الطريقه بنفس اللعب. طب الكلام ده في دوري الابطال ماشي علشان انت بتلعب فرقه في دوري الابطال المخزون البدني بتاعهم اعلى من المخزون البدني بتاعك بعد الممارسه الكبيره جدا اللي لعبتها في دوري الابطال الموسم اللي فات. لكن تيجي تعمل في نفس الشكل وانت اصلا عاوز ترجع لقب الليجا للملعب مره تانية بنفس الاداء. فاسمح لي يا عم فالفيردي اقول لك ان انت قدمت شوط اول كارثي بمعنى الكلمه، بعيد عن الخطا طبعا والجون اللي اراوخو جابه في نفسه، لكن خليني اقول لك ان انت قدمت شوط اول كارثي. طبعا ما يمنعش ان تشافي ساعدك في الكلام ده، لكن بعد الدقيقه 60 بدات انك انت تتدارك الموقف، بدات انك تعمل تبديلات ونزلت اسينسيو ونزلت سيبايوس عشان تجدد دماء الفريق ونزلت تشاوميني وبدات ان انت تصعد كارفاغال. ما كانش ليه لازمه انك انت تصعد بكامل لعيبتك علشان تجيب هدف. انت جبت هدف والجون اتلغى بسبب الاوفسايد وكنت شايف ان الفرقه بتاعتك بدات ان هي تقف على رجليها وبدات ان هي تضغط على برشلونه. ما كانش ليه لازمه انك انت تصعد بفرقه كامله بالشكل دوت وتتضرب في ظهرك بكره ساذجه بالشكل ده. بدل ما تطلع من الكامب نو فرق 9 نقط بس طلعت من الكامب نو فرق 12 نقطه. وده طبعا كان الخطا الساذج اللي وقع فيه كارلو انشيلوتي في المباراه. اما عن السذاجه اللي تشافي قدمها فماليش علاقه بقى، مش هتكلم عن الفضايح اللي تشافي قدمها، مش هتكلم عن الصنان اللي تشافي قدمه في الملعب، التبديلات اللي اتاخرت لحد ما جه في برشلونه جول، الكوارث اللي تشافي لعب بيها، بدايه سيرجيو روبرتو بعيد عن الجول طبعا اللي حطه لاي حد ممكن يحطه في الجول. برشلونه يا جماعه حرفيا ميته اكلينيكيا، بس اللي بيمنع كل ده ان برشلونه بتكسب. برشلونه ما بتكسبش بالاداء بس برشلونه بتكسب، وهو ده اللي برشلونه محتاجاه الموسم ده. انا مش محتاج تيكي تاكا، مش محتاج لعبه كره جميله، مش محتاج اداء، مش ما عنديش ميسي، ما عنديش بدري يقدر يطلع بالكوره. اللعيبه عندي بتلعب بمخزون بدني مش اكتر، مفيش شكل تكتيكي للعيبه في الملعب. كل ده انا مش عاوزه. ليه مش عاوزه؟ علشان عاوز اكسب. ليه عاوز تكسب؟ عايز احقق لقب الليجا. انا فرقه ببني فرقه بقالي سنتين او 3 سنين، ماليش علاقه بالفضايح اللي بتحصل في دوري ابطال اوروبا. انا عايز على الاقل خالص لما ابدا ابني فرقه بتلعب معايا بعد سنتين او 3 سنين ابدا ان انا ابص المجهود بتاعي او ثمار اللعيبه اللي انا بدات ابنيها، ان انا ابص الاقي ان انا خلاص على الاقل خالص حققت لقب في المحلي. بلاش خلينا بعيد خالص عن اللقب الاوروبي، اهم حاجه ان انا احقق لقب محلي مش اكتر ولا اقل. وهو ده اللي برشلونه قدمه الموسم ده، او هو ده اللي برشلونه قدمه المباراه دي بالذات. خروج من المباراه بقلل الاضرار، ولو جه المكسب يبقى خير وبركه. وطبعا في النهايه جه المكسب من فرانكي كيسي والتحيه الاسطوريه بتاعت فرانكي كيسي عشان كيسي يختم بالعشره او يبصم بالعشره ان خلاص هو ده هدف الليجا الموسم ده لبرشلونه. وطبعا اللي يمنعنا نتكلم عن الكوارث التكتيكيه اللي تشافي عملها في الملعب والتاخير في التبديلات لحد ما ريال مدريد جاب جول، هو ان برشلونه زي ما قلت لك كسب المباراه. وفي النهايه طبعا زي ما قلت لك ما تنساش لو انت حابب المتعه ممكن تتجه للسيرك احسن، لان برشلونه خلاص
بقت بتتجه للاجل فوتبول علشان تكسب المباريات المهمه. اما مباريات المتعه والكلام ده ممكن تتفرج على برشلونه، او تتفرج عندك مانشستر سيتي، عندك نابولي، عندك ارسنال، عندك الناس ديت عندها لعيبه بتقدر تقدم كره ممتعه. لكن برشلونه الفتره اللي جايه ديت احنا عايزين نقدمها اجل فوتبول لحد ما نحقق بطولات. خلاص يا عمنا احنا شبعنا كره ممتعه وشبعنا تيكي تاكا وشبعنا تيكي باكا وشبعنا الكلام ده كله، احنا عاوزين بطولات لا اكتر ولا اقل. ريال مدريد الموسم اللي فات خد دوري ابطال اوروبا من غير تيكي تاكا من غير لعب، لكن ريال مدريد بيعرف يكسب المباريات دي. احنا بقى عاوزين نكسب المباريات دي زي ما بنعرف نكسب ريال مدريد في اي وقت في اي موسم في اي سنه، واحنا حتى في اسوأ حالاتنا. عايزين نتجه الفتره اللي جايه بقى ان احنا نكسب بالشكل ده في دوري ابطال اوروبا بالاجل فوتبول دوت علشان نحقق اللقب الغايب من 2015 تقريبا. وفي النهايه طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.